أهم أسئلة الوحدة الثانية. السؤال الأول: اتفق الأنصار في سقيفة بني ساعدة على اختيار سعد بن عبادة ليكون خليفة الرسول نتيجة معرفته بكافة أحوال المدينة، توافر شروط الزعامة فيه، درجة قرابته من النبي، أسبقيته في الدخول للإسلام. احنا درسنا ان سعد بن عبادة كان زعيم الخزرج، تبقى الإجابة توافر شروط الزعامة فيه. كان هروب الأرطبون إلى مصر يوضح أهميتها الدينية، العسكرية، الإدارية، السياسية. مصر كانت تمثل مركز ثقل الوجود البيزنطي في أفريقيا، تبقى الإجابة كان هروب الأرطبون إلى مصر يوضح أهميتها العسكرية. أي من المناطق الآتية خلت من الردة بعد وفاة الرسول؟ سواحل الخليج العربي، الشام، اليمن، الحجاز. حركة الردة انتشرت في شبه الجزيرة العربية، ولم يسلم منها سوى سكان المدينة ومكة والطائف. تبقى الإجابة أي من المناطق الآتية خلت من الردة بعد وفاة الرسول؟ الحجاز. يدل موقف الخليفة عثمان بن عفان من فتح سبيطلة على تطبيق مبدأ الحكم الذاتي، الفصل بين السلطات، المشاركة في اتخاذ القرار، لا مركزية السلطة. عبد الله بن سعد بن أبي الصرح كتب إلى الخليفة عثمان بن عفان عايز إيه؟ يستأذنه في فتح سبيطلة. الخليفة عثمان بن عفان وافق بعد أن استشار الصحابة. يبقى يدل موقف الخليفة عثمان بن عفان من فتح سبيطلة على تطبيق مبدأ المشاركة في اتخاذ القرار. تقوم فلسفة الفتح الإسلامي على توسيع رقعة الدولة الإسلامية، نشر الدين الإسلامي، استغلال ثروات البلاد المفتوحة، سيادة المسلمين على البلاد المفتوحة. فلسفة الفتح الإسلامي تقوم على نشر الدين الإسلامي وإعلاء كلمة الله، فالمسلمون لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. تبقى الإجابة نشر الدين الإسلامي. انتهاء حكم آل سيسان على العراق على يد القائد خالد بن الوليد، سعد بن أبي وقاص، النعمان بن مقرن، عمرو بن العاص. هنا بيقول لك إيه؟ انتهاء حكم آل سيسان على العراق على يد القائد سعد بن أبي وقاص في معركة القادسية. من نتائج معركة القادسية انتهاء سيطرة الفرس اللي هم آل سيسان على العراق. أظهرت حركة الردة قدرة وكفاءة أبو بكر الصديق في اتخاذ القرار، إقامة علاقات سياسية، تفعيل مبدأ الشورى، حل المشكلات الاقتصادية. من نتائج حروب الردة أظهرت قدرة أبو بكر الصديق على قيادة الدولة. تبقى الإجابة أظهرت حركة الردة قدرة وكفاءة أبو بكر الصديق في اتخاذ القرار. من الأسباب التي أدت إلى معركة نهاوند 21 هجريا: رغبة الفرس في استعادة حدودهم الغربية، محاولة الفرس القضاء على الخلافة الإسلامية، حماية الدولة الإسلامية لحدودها الغربية، تهديد حركة التجارة الإسلامية مع الشام. أسباب معركة فتح النهاوند: محاولة يزدجرد الثالث أن يرد لدولته كيانها المنهار على أيادي المسلمين. تبقى الإجابة رغبة الفرس في استعادة حدودهم الغربية. قسم أبو بكر الصديق الجيش الإسلامي للقضاء على المرتدين إلى 11 لواء من أجل منع انتشار الردة، إرضاء جميع القادة، الاتساع الكبير لحركة الردة، تدريب المسلمين على القيادة. ليه أبو بكر الصديق قسم الجيش الإسلامي إلى 11 لواء؟ بسبب انتشار حركة الردة في معظم شبه الجزيرة العربية. تبقى الإجابة الاتساع الكبير لحركة الردة. تولد عن اجتماع سقيفة بني ساعدة بداية ظهور نظام جديد للدولة الإسلامية
في المجال العسكري، الاجتماعي، الاقتصادي، السياسي. بيعة السقيفة تعد أول حدث تاريخي تولد عنه قيام نظام الخلافة الإسلامية. تبقى الإجابة في المجال السياسي. لم يشكل القتال الأولوية عند المسلمين، بل تمت بعض الفتوحات صلحا. يقصد هنا اتفاق البقط اللي تمكن عبد الله بن سعد بن أبي الصرح من فتح النوبة عن طريق عقد صلح مع أهلها، عرف باسم اتفاق البقط. تبقى الإجابة من البلاد التي فتحت سلما النوبة. من الدروس المستفادة من البيعة الخاصة: توسيع رقعة الدولة الإسلامية، الحفاظ على نشر الدعوة الإسلامية، الحفاظ على الجبهة الداخلية، ضرورة مواجهة المؤامرات الخارجية. البيعة الخاصة في البداية التف الأنصار حول مين؟ حول سعد بن عبادة اللي كان زعيم الخزرج، وبعدين دارت المشاورات بين المهاجرين والأنصار، واتفقوا في النهاية على مبايعة أبو بكر الصديق. تبقى الإجابة من الدروس المستفادة من البيعة الخاصة الحفاظ على الجبهة الداخلية. ارتدت بعض القبائل عن الإسلام لكيد القوى الخارجية. يدل ذلك على أن ارتداد هذه القبائل عن الإسلام كان له أسباب سياسية، اقتصادية، اجتماعية، دينية. أسباب حركة الردة السياسية: كيد وتحريض القوى الخارجية على الإسلام. تبقى الإجابة يدل ذلك على أن ارتداد هذه القبائل عن الإسلام كان له أسباب سياسية. تمثلت أول التحديات التي واجهها المسلمون بعد وفاة الرسول في مواجهة خطر الروم والفرس، نشر الإسلام خارج شبه الجزيرة العربية، انتشار حركة الردة، اختيار حاكم للدولة الإسلامية. أول التحديات اللي واجهها المسلمون بعد وفاة الرسول اختيار حاكم للدولة الإسلامية. يرجع قيام أبو بكر الصديق باختيار خالد بن الوليد لقيادة جيوش الردة إلى تآلف القلوب حوله، أسبقيته في الدخول في الإسلام، ارتفاع مكانته بين العرب، دوره في غزوة مؤتة. ليه أبو بكر الصديق اختار خالد بن الوليد لقيادة جيوش الردة؟ لأنه استبشر فيه خيرا بسبب خطة الخداع الاستراتيجي في غزوة مؤتة. تبقى الإجابة دوره في غزوة مؤتة. من وصايا الرسول للفاتحين: لا تغيروا عليهم ليلا كي لا تروعوا النساء والأطفال. يدل ذلك على احترام حقوق الإنسان، رفع الظلم عن الناس، التعايش السلمي، نشر الإسلام بين الناس. هنا بيقول لك لا تغيروا عليهم ليلا. طب ليه؟ كي لا تروعوا النساء والأطفال. يدل ذلك على احترام حقوق الإنسان. ادعاء المعرفة أشد خطرا من الجهل. ينطبق هذا القول على ورقة بن نوفل، الحارث بن كلدة الثقفي، طليحة الأسدي، بلقيس. هنا بيقول لك ادعاء المعرفة أشد خطرا من الجهل. يقصد حركة الردة. احنا قلنا حركة الردة كانوا نوعين: قوم ظلوا مسلمين ولكنهم امتنعوا عن دفع الزكاة. تاني حاجة قوم ادعوا النبوة مثل مين؟ طليحة الأسدي. توقفت حركة الفتوحات الإسلامية في عهد الخليفة علي بن أبي طالب لأسباب اقتصادية، اجتماعية، دينية، سياسية. ليه توقفت حركة الفتوحات الإسلامية في عهد الخليفة علي بن أبي طالب؟ نتيجة الفتن والانقسامات الداخلية بالدولة الإسلامية بين سيدنا علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان. تبقى الإجابة لأسباب سياسية. أكدت معركة اليرموك على تطبيق مبدأ مهم من مبادئ الإسلام، وهو الشورى، العفو عند المقدرة، الوفاء بالعهد، نصرة المظلوم. من أحداث معركة اليرموك أشار عمرو بن العاص على المسلمين بأن يجتمعوا على نهر اليرموك. ده يدل على
تطبيق مبدأ الشورى بين قادة المسلمين. أصبح هناك فاصل طبيعي بين الدولة الساسانية والدولة الإسلامية بالعراق بعد فتح نهاوند، موقعة ذات السلاسل، معركة اليرموك، معركة القادسية. من نتائج معركة القادسية انتهاء سيطرة الفرس اللي هم آل سيسان على العراق، الجبهة الغربية لدولتهم، وانتقال الحدود السياسية بين الدولة الإسلامية والفرس من العراق إلى جبال ذكرس. تبقى الإجابة معركة القادسية. تعد أكثر الفتوحات نجاحا في عهد أبو بكر الصديق في بلاد العراق، شبه الجزيرة العربية، بلاد الشام، شمال أفريقيا. هنا بيقول لك إيه؟ تعد أكثر الفتوحات نجاحا في عهد أبو بكر الصديق في بلاد العراق، لأنه أرسل خالد بن الوليد اللي استطاع خلال بضعة أشهر فتح أكثر من نصف العراق. يرسخ موقف سعد بن أبي وقاص من إرسال سوار كسرى للخليفة عمر بن الخطاب: الكرم، الأمانة، العدل، الوفاء بالعهد. بعد فتح المدائن ونزول سعد بن أبي وقاص بالقصر الأبيض، أرسل تاج كسرى وثيابه إلى الخليفة عمر بن الخطاب. ده يدل على إيه؟ على الأمانة. تشابهت صحيفة المدينة التي أصدرها الرسول وعهد الأمان الذي أعطاه عمر بن الخطاب لأهل إيلياء في التأكيد على حرية العقيدة، التكافل الاجتماعي، الدفاع المشترك، الاستقلال المالي لكل طائفة. صحيفة المدينة التي أصدرها الرسول وعهد الأمان الذي أعطاه عمر بن الخطاب لأهل بيت المقدس. تشابهوا في إيه؟ في حرية العقيدة، لأن سيدنا عمر بن الخطاب أعطى عهد أمان لأهل بيت المقدس على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم. تبقى الإجابة حرية العقيدة. يرجع السبب الرئيسي في انتصار المسلمين في أجنادين إلى القوى العسكرية، التخطيط الجيد، التفوق العددي، تطبيق مبدأ الشورى. في معركة أجنادين قام القائد البيزنطي اللي هو الأرطبون بجمع قواته ووزعهم على مدن فلسطين. عمرو بن العاص واجه خطته بخطة مماثلة. تبقى الإجابة يرجع السبب الرئيسي في انتصار المسلمين في أجنادين إلى التخطيط الجيد. أكثر الإصلاحات التي استفاد منها غالبية المجتمع الأندلسي نتيجة الفتح الإسلامي: تحرير المزارعين والعبيد من العبودية، تعمير وبناء منشآت جديدة، حرية وممارسة العقائد الدينية، نقل العاصمة إلى قرطبة. هنا عايز إيه؟ أكثر الإصلاحات التي استفاد منها غالبية المجتمع الأندلسي، اللي هي إيه؟ القضاء على نظام الطبقات والتحرر من العبودية، وأصبح الزراء أحرارا ولهم حقوق. تبقى الإجابة تحرير المزارعين والعبيد من العبودية. ليس كل ما يتمناه الفرد يدركه. تدل العبارة السابقة على معركة بلاط الشهداء، فتح بلاد السند، معركة سبيطلة، معركة القادسية. هنا بيقول لك إيه؟ ليس كل ما يتمناه الفرد يدركه. يقصد إيه؟ معركة بلاط الشهداء اللي انتهت بهزيمة المسلمين بسبب صعوبة الظروف الطبيعية كقسوة المناخ وبعد مواقع المسلمين عن قواعد الجيش. تبقى الإجابة معركة بلاط الشهداء. توقفت توسعات الأمويين عند أبواب الصين الغربية بسبب الظروف الجغرافية الصعبة، التحالفات السياسية، ميل الدول المجاورة للمسالمة، ضعف الدولة الأموية. ليه توقفت توسعات الأمويين عند أبواب الصين الغربية؟ لأن ملك الصين طلب الصلح من قائد المسلمين قتيبة بن مسلم لتجنب الصدام مع المسلمين. تبقى الإجابة ميل الدول المجاورة للمسالمة. من الدروس المستفادة من فشل المسلمين في السيطرة على شمال غرب بلاد الأندلس: أهمية إقامة التحالفات العسكرية، الاهتمام بزيادة أعداد الجيش، أهمية قرب مواقع القتال من خطوط الإمداد، تدريب الجنود على القتال في مختلف الظروف. ليه المسلمين فشلوا في السيطرة على شمال غرب بلاد الأندلس؟ بسبب برودة مناخه
ووعرت طرقه. تبقى الإجابة تدريب الجنود على القتال في مختلف الظروف. تشابهت غزوة مؤتة مع معركة بلاط الشهداء في تأمين حدود الدولة الإسلامية، استشهاد عدد كبير من القيادات، انتصار الروم انتصارا حاسما، التخطيط الجيد للمسلمين. غزوة مؤتة ومعركة بلاط الشهداء تشابهوا في إيه؟ في استشهاد عدد كبير من القيادات. اتسمت العلاقات بين الدولة العباسية والدولة البيزنطية في مجملها بحرص العباسيين على الحفاظ على حدود الدولة، تأمين طرق التجارة، دعم استقرار الدولة، فتح العاصمة البيزنطية. العلاقة بين الدولة العباسية والدولة البيزنطية كانت علاقة عداء، يبقى حرص العباسيين على إيه؟ الحفاظ على حدود الدولة عن طريق إيه؟ تقوية إقليم الصخور والعواصم. اختلفت الفتوحات العباسية عن الفتوحات الأموية في السيطرة على مصر، تأمين الحدود مع الدولة البيزنطية، توجيه الفتح نحو الشرق، قيام بعض الدول المستقلة بالفتح. إيه اللي اختلف في الفتوحات العباسية عن الفتوحات الأموية؟ قيام بعض الدول المستقلة بالفتح زي الدولة الغزنوية والدولة الغورية.